قدميه ليه؟ قرآن. شفت الإجابة. ما ظنك بإيه؟ اثنين إيه؟ الله إيه؟ ثالثهما. شوف بقى يا أخي الآية. ثاني اثنين أي. لا إذ هما. عاوزينها تلاوة يا باشا. نعم يا عم. اتليها يا ابو. حاضر يا سيدي. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طب توحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مكث النبي في الغار 3. وحديث معلومة النهارده لطيفة. يوم الاثنين في حياة سيدنا النبي في 8 مناسبات. هتحفظوهم ولا بلاش اقولها؟ لا قول يا ابو. قال تعالى ولد نبيكم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم وقبضت روحه يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ونبئ يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم والإسراء يوم الاثنين. يبقى كده كام؟ 6 ولا 5؟ ولد وقبض يوم الاثنين. خرج ودخل خرج من مكة ودخل المدينة يوم الاثنين. ها؟ 4 وأسري يوم الاثنين ونبئ الاثنين. اصحى معاه شوية. ونزلت سورة المائدة في يوم الاثنين. تمام. وفتح مكة في يوم الاثنين. يبقى كام؟ كام؟ 8. جميل. إلا تنصروه. اللي هنا ضمير عايد على مين؟ على مين؟ حضرة النبي. اسمع معاه شوية. القرآن فيه 10 ضمائر ينبغي أن تعود لحضرة سيدنا النبي. نقولهم صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عد معايا. أول شيء إلا تنصروه فقد نصره الله. اللي هي تعود على مين؟ على سيدنا النبي. ما ينفعش تقول على حد. طيب البقرة ادي رقم 2. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم. يعرفون مين؟ ما ينفعش سيدنا النبي. وعبد الله بن سلام خلي بالك معايا لما قالوا له انت منين عرفت ان هو؟ قال انا اعرف به من ابني. ليه يا جدع؟ قال يمكن ابني مراتي غلطت مع حد، لكن ده الوصف الذي في التوراة والانجيل هو. لذلك ربنا قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. بدي الموضع رقم 2. 3 سورة الحج. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليكن بسبب. يبقى برضه فين؟ ادي الحج. 4 سورة الشعراء. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعرفوا مين؟ حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 5 في ياسين. الله تعالى قال يا جماعة ياسين حضرة سيدنا النبي اللهم صل عليه. والقرآن الحكيم إلى آخر الكلام ده. وضف لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ثم يتكلم عن يوم القيامة. ثم أصحاب الجنة وبعدين في شغل الفاكهون وبعدين أصحاب النار وبعدين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مين هو؟ حضرة النبي. اصرف الضمير من بنك ايه؟ سيدنا النبي. ما ينفعش. يبقى القرآن في 10 ضمائر وده من الزبد العلمية. يبقى كده 5. طيب 6 ما ضل صاحبكم وما غوى. مين سيدنا النبي. ثم دنا فتدلى. مين اللي دنا فتدلى؟ حضرة سيدنا النبي اللهم صل عليه. دنا فتدلى. والهاء في قوله
سبحان الذي أسرى بعبده. ها مين حضرة سيدنا النبي. طيب كده 9. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مين اللي هيشفع عند ربنا إلا بإذنه؟ مين من الذي له الشفاعة؟ مين؟ حضرة سيدنا النبي. مفيش. كله ايه في هذه اللحظة في يوم القيامة. هذا يقول لك لا يقول لك إلا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في مجال السؤال ماشي. قبل ما أنسى الضمير رقم 10. ضمير رقم 10 زي ما ربنا بيقول إنا أعطيناني حضرة سيدنا النبي. اللهم صل عليه. طيب لا يمكن ننسى الحادثة اللي اليهود عملتها. عملوا السحر ربطوا به أصحاب النهار علشان ما تسلمش. تخيل بقى المسلكة بتاعت اليهود. ولكن الله جل جلاله نقض كل شيء فكان أول مولود من المهاجرين عبد الله ابن الزبير ابن العوام. وأول واحد من الأنصار النعمان ابن بشير. خلي بالك معانا. كيس صغير اختبار عمله زعيم زعماء اليهود عشان أخلص. اسمه عبد الله ابن سلام. قال تمعرت وجه محمد فليس بكذاب. وسمعت أول كلمة قالها عشان تفهموا ان الدولة دي مش هتنفع الا بالحاجة دي. ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. البلد دي او اي دولة عشان يصلح حالها عجبت مين؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه؟ عمل ايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من ايه؟ من خوف. طول ما انت بطنك شبعان وعايش في بيتك بامان هيحصل فيه استقرار. لكن النهارده المساجد بدل ما تعمر القهاوي انتشرت وازدهرت بطريقه غريبه جدا. واللي مش كان عنده فكره عن الاجرام اصبحت طريقه سهله لادرار المال من مصدره الممنوع. اول كلمه قالها النبي اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام. دخل عليه في يوم من الايام عشان يعملوا اختبار. قال له انت نبي؟ قال له طب انا معايا 5 اسئله لا يعلمهن على وجه الارض الا نبي. قال قل. قال اسالك ما اول علامات الساعه؟ سؤال اولاني. ثاني اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ السؤال الثالث خلي بالك معايا. من اول الناس دخولا الجنه؟ السؤال الرابع ما اول شيء يأكلونه في الجنه؟ السؤال الخامس ما الذي يجعل الجنين في بطن امه ذكرا وما الذي يجعل الجنين في بطن امه انثى؟ طب السؤال الخامس بالله عليك ده عاوز علم حديث يدرس في الجامعات اسمه علم الامبريولوجي او علم الاجنه. وحضرة سيدنا النبي هو ماله مال التشريح وماله مال الاجنه ومال 46 كروموسوم اكس اكس واكس واي. الانثى اكس اكس والذكر اكس واي. خلي بالك احنا بندرس في اللغات الثانيه برضه. فإذا كان البنات من الراجل والأولاد من الراجل إن الزرعة منك أنت. لأن في ناس للأسف كتير جدا جاب 9 بنات. واحد قريب يغني عنده عزبة وبعدين فزهق من الست بتاعته تتجوز واحدة ثانية. خلي بالك معايا كان جوزها ميت ومعاها ولدين قد عشان تجيب اولاد خبط منها 4 اولاد. طب اعمل ايه اولاد؟ قلنا له الزرعه منك انت وربنا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. فاجاب النبي اما اول علامات الساعه فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس امامهم فتقيل اذا قالوا وتسير اذا ساروا. طيب ايه بقى اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ قال في الظلمة دون الجسر. ايه الجسر؟ اللي هو الصراط فوق متن جهنم. وايه الظلمة؟ يلقى على الخلق جميعا ظلمة. مش هينور لك لا شمس ولا قمر لكن هينور لك عملك فقط لا غير. لذلك ربنا يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ايه بين ايديهم وبايمانهم عشان تبعد. وربنا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له ايه من نور. طيب من اول الناس دخولا الجنة؟ قال
الفقراء المهاجرين. طب اول شيء هياكلوه قال ثور من الجنة، ربنا مربي لهم ذبيحة عظيمة جدا، ويأكلون بعده حاجة اسمها كبد الحوت، ما نعرفش بقى الاشكال بتاعتها ازاي. طيب قلب الذي يجعل الجنين في بطن امه ولدا او انثى، فقال رسول الله لحبر الاحبار اليهودي اشهدك بالذي انزل التوراة على موسى اليس ماء الرجل ابيض غليظ؟ قال بلى. قال اليس ماء المرأة اصفر رقيق؟ قال بلى. قال رسول الله فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الجنين في بطن أمه ذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الجنين في بطن أمه أنثى، فعندئذ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلى الأسئلة والأجوبة إن شاء الله والله موفق. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. بجد هو منور جدا، ولو قعدنا نتكلم بجد انا بشكر اخويا طبعا منور المنصه ودايما صاحب الفضل علينا، وربنا يكرمه لنا اخويا الاستاذ جمعه البراماوي رئيس مجلس الاداره، اهلا بيه في مكانه وربنا يديمه يا رب. الراجل الصالح بيقول عن سيدنا رسول الله جبريل وهو عظيم في مكانته لم يستطع يلج الانوار بالهمم، والمصطفى سبق الارواح كلهم بالجسم والروح، فافهم ظهر الحكم. إن كان جسم حبيبي في لطافته أصفى وأنقى من الأرواح كلهم، فكيف تدرى معانيه وباطنه كنز العلي فلا تبحث ولا تحكم. هنشوف الأسئلة اللي جت. يا جماعة ده في معانا حاجة جميلة، أنا آسف، معايا أخويا وصديقي وزميلي الأستاذ الدكتور صلاح سيد إبراهيم، منور النادي، اخصائي نفسي وتخاطب، ويعني هو هيتكلم في مقدمه مبسطه جدا. في خطا كلنا بنقع فيه، هو كاتب مكتوب في الورقه قدامي الاساليب الصحيحه والخاطئه في تربيه الابناء. احنا كاساتذه موارد بشريه او تنميه بشريه يعني احنا هنقول فن تربيه الابناء وفن التعامل معاهم. الابناء بين التدليل والقسوه، بين الحرمان والتدليل، الابناء بين القسوه والعنف. ازاي اربي ابناء في جو أسري، في دفء أسري، وفي استقرار، وفي احترام متبادل بين الأب والأم، عشان ينشأ الأبناء أسوياء أصحاء نفسيا وبدنيا ومعنويا. حاجة احنا فعلا في أمس الحاجة ليها كلنا نسمعها. وكمان هنتكلم في اضطرابات النطق والكلام، الفأفأة والتهتأة والتأسئة وعدم صياغة جمل سليمة، برضو دلالاتها النفسية والتأخر في النطق وعلاقة الكلام ده بالكهرباء الزيادة في المخ. اعتقد ان الحاجات دي بتواجهنا كتير في بيوتنا، وبنشتكي ان الابناء ساعات بينمو جسميا ويتاخر النمو العقلي او يتاخر النطق والتخاطب، واعتقد ان دي حاجه من الموضوعات الشائعه المنتشره التي نحن جميعا في امس الحاجه اليها وهيبقى فيها لقاءات، وتقريبا هيبقى في جلسات تخاطب في النادي ان شاء الله. لمزيد من الاستفسار والمعلومات هنراجع كلنا اخونا العزيز الكابتن طلعت مدير عام النادي، وبستاذنكم نرحب باسم مجلس الاداره مره ثانيه باخويا الاستاذ الدكتور صلاح السيد ابراهيم، وبنشكر طبعا استاذنا النوراني المحمدي الاستاذ الدكتور محمد الحسيني استاذ بجامعه الازهر. الدكتور صلاح هيقول حاجه دلوقتي. دكتور صلاح يقول لنا حاجه؟ ماشي يا عم، قول ايه؟ نعم دلوقتي حالا. طيب هنسمع يعني عما نجمع مزيد من الاسئله ونربطكم مره ثانيه بانوار سيدنا رسول الله، ونربطكم بصوت النوراني، لان بجد احنا ما نشبعش من الدكتور محمد حسيني، ولكن طبعا وجود وتشريف الدكتور صلاح شيء جميل جدا وشيء رائع في ليله جميله ايضا، لان برضه من اداب الاسلام ان احنا نتعلم كل الفنون ونتقن كل الصناعات، لان سيدنا رسول الله الذي دعا الى جوده وتجويد العمل قال عليه الصلاه والسلام ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، وقال عليه الصلاه والسلام ان الله تبارك وتعالى قد كتب للانسان الاجاده والتجويد على كل شيء.